في رحلة عبر الزمن نعود إلى عصر كان فيه العقل العربي منارة للعالم. من بغداد إلى قرطبة ومن فاس إلى القاهرة كانت الحضارة الإسلامية تضيء درب البشرية بالعلم والمعرفة. تخيل معي عالما كان فيه ابن سينا يؤسس علم الطب الحديث، وابن الهيثم يكشف أسرار البصريات، والخوارزمي يضع أسس علم الجبر الذي نستخدمه اليوم في كل خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبرمجة الحاسوب. في ذلك العصر الذهبي كان عباس بن فرناس يحلم بالطيران قبل ليوناردو دافنشي بقرون، والزهراوي يبتكر أدوات جراحية ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا. البيروني كان يرسم خرائط الأرض بدقة مذهلة، والفزازي يرصد النجوم ويفك شفرات السماء. ولا ننسى العلماء المنسيين كالمسعودي الذي أسس علم الجغرافيا البشرية، وجابر بن حيان أبو الكيمياء الحديثة، والجزري عبقري الهندسة الميكانيكية. هؤلاء العلماء وضعوا الأسس التي نبني عليها تقنياتنا اليوم، لكن اليوم نرى جامعاتنا العربية تعاني، وعقولنا المبدعة تهاجر بحثا عن فرص أفضل. نحن أحفاد من اخترعوا الجبر والخوارزميات، لكننا نستورد التكنولوجيا ولا نصنعها. لكن الأمل موجود. في كل يوم نرى شبابا وشابات عربا يبتكرون ويخترعون، نرى أطفالا يفككون الأجهزة ليفهموا كيف تعمل، ومهندسين يطورون برمجيات جديدة، وعلماء يحاولون إعادة مجد أجدادهم. مستقبلنا يكمن في استعادة روح الابتكار التي ميزت أجدادنا. نحن لسنا أقل منهم، بل نملك اليوم من الأدوات والإمكانيات ما لم يكن متاحا لهم. وكما كان أجدادنا يتطلعون إلى النجوم ليفهموا الكون، علينا اليوم أن نتطلع إلى المستقبل بنفس الشغف والإصرار. فالمجد العلمي العربي ليس مجرد تاريخ نفخر به، بل هو مسؤولية نحملها ودافع للنهوض من جديد. شكرا لمشاهدتكم. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة كل جديد. دعونا نعيد مجد العلوم العربية معا.